ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو حادق مع المسية. وايه رايكم النهارده نعمل آه تنظيف سمك؟ هوريكم السمك البحر، وهوريكم ازاي تعرفيه سمك بحر وسمك طازة. اللي معايا ده سمك طازة، فانا هقولك ازاي تجيبيه سمك بحر وسمك طازة ما يكونش متلج. خليكي معايا بس كده بسرعة، وان شاء الله الفيديو مش هيطول عليكم، بس خليكي معايا كده عشان نقدر نعرف الفرق بين السمك المتلج والسمك الطازة او سمك المزارع وسمك البحر. انا معايا سمك طازة. ده سمك هنا عندنا بنسميه شخورة، شخورة طازة. بصوا يا جماعة، ديت اللي بيقولوا عليها في بلاد تانية الماكريل. اللي يعرف حاجة غير كده يقول لي. بس بصوا، هو الخطوط بتاعتها ده الماكريل. ده ماكريل بلدي، ماكريل طازة، ماكريل بحر يعني، مش مزارع. دي اللي بتبقى الخطوط بتاعته. يا رب تكون باينة عندكم. بصوا اهي، اهي. بس مش عارفة كده باينة اكتر حاجة، انا عارفة ابينها كده. دي الخطوط بتاعته بتبقى واضحة كده شوية، وخطوط مش منتظمة، وخطوط ضيقة على بعضها كده. ده هنا بنقول عليها شخورة، شخورة طازة. اعرفها ازاي طازة؟ طبعا بصوا عينيها، عينها. بصوا بتلمع ازاي عينها، كلهم عينهم بتلمع كده وسودة. المتلجة بتبقى عينها طرية، بتدخل معاكي لجوه. ماشي. لا، والطازة، السمك الطازة بتاع البحر تلاقيه كده بينور. بصوا شايفين النور بتاعه؟ ده سمك بحر، ده سمك طازة. طبعا اول ما تجيبي السمك، حتى لو انتي مش هتنضفيه، يعني ايدك مش فاضية، السمك البحر دوت تقريبا الراجل مش بينضفه، فانا هبصوا تفتحي بطنه كده وتسيبيه يعني. اقل حاجه تعمليها في السمك لو ايدك مش فاضيه دلوقتي، لازم تفتحي بطنه. بصوا انا كده اهو، اهو. وتقدري بقى كده تسيبيها في التلاجة لو انت ايدك مش فاضيه ان انت تنضفيه. بصوا اهو، بصوا يا جماعه اهو. بصوا هو حتى واكل ايه؟ اكل سردين. بصوا، سردين طازه اهو، جميل. ما اتهضمش معاه ولا دي اتهضمت، دي مهضومه، لكن دوت طازه اهو. بصوا، هو طبعا ده كده سمك البحر. فعشان احطه في التلاجة، لو انا ايدي مش فاضيه، اي سمك يا جماعه كده خلي بالكم، اي سمك تجيبيه مش ايدك مش فاضيه تنضفه، او ما نضفتهوش عند الراجل، دي كده حاجه صغيره يعني كده اهوت، للبنات الصغيرين تنضفيه وتشيلي منه كده او تفتحي بطنه بس اهو، اهو. بصوا البطاريخ، وتسيبيه كده في التلاجة، لكن ما تشيلهوش كده زي ما هو في التلاجة ابدا. ما تحطيهوش مقفول كده وتقولي ان هو في التلاجة. ما ينفع زي الفراخ كده لما بنجيبها على طول، ولازم نغسلها من الدم اللي فيها، وننضفها كده من الدم، واشطفيها من الدم، وحطيها في محلول النقع، وعلى طول حطيها في التلاجة، حتى لو ايدك مش فاضيه ان انت تنقي الريش منها او اي حاجه. ماشي، يبقى هنحطها في التلاجة وهي مفتوح بطنها. يا اما نشيل الاحشاء بتاعته كده، يا اما هنفتحه كده بس ونسيبه وتحطيه في التلاجة. بصوا برضو السردين، انا عايزه اوريكم السردين عشان تعرفي سمك البحر. سمك البحر يبقى واكل من خير البحر طبعا، مش هيطلع ياكل من بره وينزل اهو. بصوا السردين اللي في بطنه اهو. بصوا البطاريخ والسردين برضو اهو. وسمك البحر طبعا بتبقى بطنه نظيفه. بصوا بطنه نظيفه طبعا. ده البطاريه دي كبده، دي كبده يعني. ده سمك دي بطاريخ، ديت انثى، لكن ده ذكر. ماشي. بس هما طبعا سمك بحر. انا هفتح دول ونرجع مع بعض تاني. يلا بقى ندخل على الجمبري. طبعا الجمبري معروف ان هو في مزارع وفي بتاع بحر. بصوا الالوان ديت كده، ده بتاع بحر. الالوان اللي في الديل دي كده دول ان هو بتاع بحر. لو عايزين تعرفوا الاسعار بتاعت السمك دوت، اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هكتب لكم في صندوق الوصف الاسعار للي عاوز يعرفها. تنظيف الجمبري يا جماعه، بصوا الجمبري بيبقى طازه، بتبقى الحته ديت كده مقفوله. ده جمبري ازاز. ماشي. وده كمان جمبري طازه. بصوا هو مخلطينه يعني، ده نوع وده نوع، بس هما الاتنين ازاز. ماشي، مش مزارع ده برضو. بصوا بتنضفوه طبعا، ابره نضيفه او خله سنان، اي حاجه كده تبتدي تدخليها في النص كده، والكيس الرملي بيطلع. بس اوعي تطلعي البطاريخ، دي البطاريخ. الكيس الرملي بيبقى رفيع، دي البطاريخ. بصوا ده الكيس الرملي، الفرق بينهم. اوري لكم الفرق بينهم. طيب
بصوا ده الكيس الرملي ودي البطاريخ. الكيس الرملي اهو الاسود ده، ودي البطاريخ بتاعته. ماشي. في طريقه كمان لتنظيف الجمبري لما لو حابه تفتحيه. هات بس نسن السكينه، المسن اللي احنا عاملينه مع بعض ده، السكينه لازم تتبل يا جماعه. بصوا المسن اللي احنا عاملينه مع بعض على القناه وعجبكم جدا، هو الصراحه عملي وجميل اهو. طبعا لما تنضفي الجمبري كده تحطيها على ايدك عشان ما يلزقش تاني في الجمبري. دي اللي احنا نضفناها. هاتي ناخد واحده تانية كده بسرعه اهو. تيجي من هنا تفتحيه كده بالراحه. طبعا طريقه الابره اسهل بكتير اهو. الخيط الرملي، اوريك الخيط الرملي ده البطاريخ. بصوا البطاريخ اهي، الخيط الرملي اهو من تحت اهو، ده الخيط الرملي. البطاريخ اهي الصفرة دي انا سبتها زي ما هي ماشي اهو، ده الخيط الرملي كده. ده طريقة تنظيف للجمبري. والطريقة التانية اللي احنا سحبنا منها الخيط اهو مكان. طبعا الطريقة اللي تريحك نضفي بيها. في نوعين من الجمبري، الجمبري القزاز والجمبري الاحمر. في جمبري احمر بيبقى بردك بتاع بحر. طبعا الاغلى القزاز دوت هو الاغلى. طعمه بيبقى حلو طبعا، في الاكل بيبقى جميل، بيبقى تحفه يعني. مش عايزه اقول لكم طعمه جميل قد ايه. بصوا السمك اللي انا طلعته من بطن السمكه، السمك اللي احنا نضفناه اللي هو الماكريل او الشخوره زي ما بقول لكم عليه. بصوا دوت طبعا كده سمك بحر واكل زي ما قلنا من البحر. اتفقنا. الجمبري تعرفيه ان هو بتاع بحر من شنبه. بصوا شنبه طويل مش مقطع، لكن لما بيبقى متلج او بيبقى بتاع مزارع بيتلجوه في بعضه بيبقى الشنب بتاعه متقطع في التلج. يعني بيجوا يشدوا او يفكوا الجمبري من بعضه فشنباته بتتقطع، لكن ده كل شنباته بتبقى موجودة فيه علشان ده طازه. ماشي اهو. اتفقنا. ده تعرفيه ان هو جمبري طازه. نيجي بقى للسمكة الجميلة دي سمكة لوط. بصوا يا جماعة عليها شكلها عشان اللي مش عارفها. دي سمكة لوط، سمكة جميلة وكبيرة. الجزل بتاعتها كبير قوي، يعني حجمها كبير، وهي اصلا ظهرها بيبقى مليان لحم، فهي في الاكل جميلة. تنفع تتعمل صينية، تنفع تتعمل مقلي. جزل كده يعني، جزل يعني حتة كده تقطعيها كده كده كده، تقطعيها خالص، مش تشرحيها، لا كده تبقى جزلة وكده تبقى جزلة وتقطعيها خالص. وينفع تتخلى، يعني ينفع تعملي فيها اللي انت عاوزاه، ودوت نظرا لحجمها الكبير ولحمها الكتير، وكمان طعمها حلو. ماشي. دي استنى بس قبل ما احطها اوريكم. انا اول ما جبتهم رحت فاتحه بطنها اهو. بصوا بطنها نظيفه ازاي. بطن السمك البحر يا جماعه بيبقى نظيف كده. بصوا دي طبعا الكبده بتاعتها مش هتترمى اهو، مش هرميها. هشيلها كده ونضفها تحت الحوض في تحت الحنفيه يعني اهي بطنها. بس عايزه اوريكم بطنها ان هي نظيفه كده. بصوا كمان تعرفي السمك الطازه ان هو اهو كده. انا طلعت الحاجه بتاعتها كده. بصوا لما تيجي تنضفوا الشوك بتاعها، القشر بتاعها اهو، صوته سامعين صوته وبيفط كده، مش يطلع يلزق في ايدك. اما يطلع يلزق في ايدك اعرفي ان السمكايه مش طازه كده، هي طازه. بصوا الصوت ماشي. بصوا صوت القشر، بصوا بيطلع بصعوبه. انا بقى هاخدهم دلوقتي تحت الحوض، تحت الحنفيه في الحوض، وهغسلهم. ماشي بسرعه اهو. انا غسلتهم. بصوا بس عايزه اوريكم لون الراس بتاعه سمكه اللوط دي. بصوا لونها اصفر ازاي. سمك البحر دايما بيبقى فيه الوان زي ما قلنا، زي السمك الجمبري دوت كده بيبقى فيه الوان. انا غسلته كله ونضفته ماشي، بس ممكن اعيد عليه تاني لما اجي اعمله اهو. بصوا كله متنضف. انا شلت الخياشيم بتاعته، ضروري تشيلي خياشيم اي سمك انت بتعمليه وبتنضفيه. كمان ديت انا شلت الخياشيم بتاعتها ونضفت الجمبري، بس الجمبري لسه هشيل الشنب بتاعه، بس انا مش بقصقصه. يعني في ناس بتحب تقصقص الرجلين ديت،
كده انا مش بقصقصه يعني، بخليها كده. كمان انا طلعت الكبد بتاعه السمك اهي، مش هرميها. عايزه اقول لكم ديت السمك البطاريخ، دي البطاريخ الوحيده اللي لقيتها، والباقي كله كبد كده. كبد ده بتوع الكبيره اهو، الكبد الصغيره ديت هي بتاعه السمك ده. بس هي انا لقيت فيهم واحده بس فيها بطاريخ، دي البطاريخ اللي هي بتاعه السمكيه النتايه، لكن ده كله بقى الباقي طلع ذكوره. بصوا الفرق بينهم، ده النتايه والذكر عشان تبقوا عارفينهم اهو. ديت النتايه، بصوا البطاريخ بيبقى فيها شعيرات دمويه كده، وده بيبقى عامل زي الكبده اهو، بصوا اللون. يا رب اكون قدرت افيدكم. عايزه اكلمكم طب كلمه بس صغننه على السمك البلطي. البلطي تعرفيه ازاي؟ بتاع مزارع ولا بتاع معديه او بحر؟ السمك بتاع المزارع كله بيبقى مقاس واحد، دي ابسط حاجه تعرفي بيها. البلطي كمان كله بيبقى وحيد الجنس، كله بيبقى الذكوره كلها، الذكوره كلها. انا كنت دايما اقول لنفسي ايه ده كله، السمك ده بيبقى ذكوره ازاي؟ بس بعد كده لما عرفت بعد كده ان هما بيرموا لهم حاجه في الميه بيخلوا السمك كله يتحول لذكوره، علشان يقدر يشيل معاهم لحم، عشان يشيل معاهم لحم ويرمي معاهم اوزان. غير النتايه. ولو ان السمك النتايه بيبقى مسكر طبعا، بس هم بيعملوا كده مخصوص يعني، هم اللي بيبقوا مفتعلين الحكايه دي. اما السمك المعديه او البحر بيبقى فيه كبير وفيه صغير، بيبقى مقاسات احجام زي الجمبري كده، بيبقى فيه احجام كبيره وصغيره. او اهو صغير، بصوا ده كده بيبقى سمك البحر. هو مش هيصطاد الكبير ويرمي الصغير، فبيصطاد كله مع بعضه، بيبقى فيه كبير وفيه صغير. كمان بيبقى فيه دكوره ونتي السمك البلطي. طبعا احلى حاجه السمك سمك المزارع بيتغذى على العلف، هما بيعملوا له علفة معينة بيرموها له، وبيبقى في داخل فيها حاجات كتيرة كتيرة، طبعا مش عايزين نتدخل فيها او نتكلم فيها. اما سمك البحر فطبيعي هو بيتغذى على السمك الصغير زي ما احنا شفنا كده مع بعض. طبعا سمك البحر مفيش مقارنة بينهم خالص، سمك المزارع وسمك البحر. ربنا يوسع عليكم ويديكم الخير كله في بيوتكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو، ما شاركتيش في القناه يسعدني اشتراكك. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجه صغيره تقدري تعمليها لما تنزلي تشتري سمك. والى اللقاء في فيديو جاي مع حلو حادق مع المسيه. باي.